تخيل كده إنك شركة أسمنت وعايز تبيع أكتر، هتعمل إيه؟ إعلانات، خصومات؟ اللي عملته شركة سيمكس المكسيكية كان أذكى بكتير. سيمكس اكتشفت إن في المكسيك حوالي 85% من الأسمنت بيتباع لأسر بتبني بيوتها بنفسها. المشكلة إن الأسرة كانت بتاخد في المتوسط من 4 ل7 سنين عشان تبني أوضة واحدة بس. ليه؟ فلوسهم كانت بتروح للأفراح والمعموديات والاحتفالات الاجتماعية، ولو ما كانوش بيشاركوا في الاحتفالات دي كانوا بيعتبروا متكبرين. سيمكس فهمت إن المشكلة مش في الفلوس، المشكلة في أولويات المجتمع. عملوا إيه؟ عملوا برنامج اسمه باتريمونيو أوي، يعني ممتلكات اليوم. البرنامج ده كان مبني على نظام التاندا، وهي جمعية ادخار مجتمعية. حوالي 70 جار بيدفعوا مبلغ صغير كل أسبوع، والفايز الأسبوعي ما كانش بياخد فلوس، لأ، كان بياخد مواد البناء لأوضة كاملة متوصلة لحد بيته، ومعاها كمان دروس بنا ومهندس استشاري. ولما الأوضة بتخلص سيمكس بتعمل احتفال صغير في البلد. النتيجة، المشاركين بيبنوا أسرع وأرخص 3 مرات من العادي. والبرنامج ده وصل ل1,900,000 فرد و380,000 أسرة. تفتكر إيه الاحتياج الحقيقي اللي شركات كتير بتنسى تركز عليه في مجتمعاتنا؟ قولنا رأيك.